محمد مسلمي، علي البوسعيدي، ثنائي الوسط الارتكاز ارشد العلوي وعكبري، امامهم عمر المالكي، وفي المقدمه عبد العزيز المقبالي كمهاجم صريح. هذه الاسماء اللي سجل انطلاقه مميزه حقيقه في هذا الموسم. اليوم اختبار حقيقي، اختبار اساسيا في هذه المواجهه، لكن تمريره خطره لبلوشي ممكن، يا الله يرى بالشكل المطلوب. الله على تمريره ملعوبه، لكن مرة ضاعت والرواحي تعاون موجودة في صفوف نادي إسحار. راح نكمل بعد هذه المحاولة الخطرة لصالح نادي إسحار ممكن، لكن تناسب عبد الله البلوشي مرة أخرى. انطلاقة لصالح عمار نقلها في اليمين، هذه خطيرة عرضية للأمام ولكن غير مركزة من كويل أماميا من دوين، لكن الخميسي يا أحمد تمريرة بدون عنوان. كرة تصل مع محمد. دوري النخبة، الدوري الأفضل خلونا نقول، يعني كانت له مشاركة واحدة مع نادي بدية موسم 2021. كيتا يلعبها طويلة للقائم البعيد، لكن سهلة مع أحمد الرواحي، سهلة مع أحمد. ختام الجولة الثالثة من دوري جندال، لمن تكون الفرحة في هذا المساء من يخطف العلامة الكاملة والإمارات في المرحلة الرابعة المؤهلة للمونديال. تمريرة أمامية من جديد، ضغط ممتاز، عمار عبر، لكن الكرة سهلة مع أحمد الرواحي. عبد الله البلوشي، عبد الله يحاول يمر، تسديدة من بعيد، لكن التصدي موجود لمجيني. الرواحي يتصدى، 21 سنة. الحلول، الخيارات الموجودة في دكة البدلاء ليست. 30 سنة، كان في الخابورة الموسم الماضي مثل ما ذكرت. ايضا مهاجم إسحار امير علاء كاظم كان مع الخابورة، وبالمناسبة يعني يحسب للخابورة اختياراته المدروسة. وانا طبعا كانت المطالبة بركلة الجزيري. ممتازة عمار الراشدي نقلها للامام ولكن سهلة. زاهر الشبيبي، سليم يرسلها طويلة وللامام ولكن سهلة الكرة. اعتقد انه نيكولا دوروفيتش راح يغير افكار امامية غير مركزة من كيتا. خط هل من مساندة، نقلة امامية هذه خطيرة، عبد الله البلوشي يسدد، يحصل على ركلة. رايد ابراهيم اذا يلعبها طويلة وللامام، البحث عنها المشايخي، لكن وين المشايخي؟ قراءته للكرة توقعه لم يكن بالشكل المطلوب. عبد الله المشايخي، وبالتالي وصلت سهلة الشبيبي، وبعدها ناصر رواحي حسم الامور في الوقت القاتل لصالح نادي